غيودون. السلام عليكم. أنا نبيلة من اليابان، في هذه القناة المطبخ الياباني ديال نبيلة. كنقدم وصفات يابانية حلال وسهلة بمكونات كائنات في بلادنا في المغرب ولا في الشرق الأوسط. إذا بغيتوا تعرفوا سر المذاق الياباني الحقيقي، مرحبا بكم معي. اليوم غادي نعرسكم على كيودون، واحد الطبق الشعبي ماشي غير في اليابان ولكن حتى في العالم كامل. كيودون هو نوع من دونبوري، وهذه الكلمة دونبوري كتعني زلافة عميقة كيدر فيها الرز وفوق منو كيتحط الماكلة. اليابانيين كيقولوا غير دون باش يختصروها. إذا بدلنا الماكلة اللي فوق الرز كي تبدل اللسان. مثلا إذا حطينا تنبورا كيسميوها تندون، وكاينين أنواع بزاف بحال ويودودون اللي درنا عليه في الفيديوهات اللي قبل. اليوم غادي نديرو كيودون اللي هو رز فوق منو اللحم ديال البقر والبصل مطيبين مع بعض. في اليابان كاينين بزوف ديال المطاعم المتخصصة غير في هذا الطبق، وحتى كيتباع كفستة ودق بزاف الناس كيعشقوه. المقادير لجوج الناس: لحم البقر 250 غرام، بصل 150 غرام، سكر 3 معالق كبار، صوص صويا 4 معالق كبار، عسل معلقة كبيرة اختياري، ماء 200 سي، زيت معلقة صغيرة. الطريقة: قطع اللحم رقيق. في اليابان اللحم الرقيق هو اللي متعارف عليه. إذا عندك لحم كتلة دخله شوية للفريزر باش يسهل تقطيعه رقيق. دير الزيت في الكسرونة، وزيد البصل مقط شرائح رقيقة وشحره حتى يولي شفاف. إذا بغيتي زيد شوية الزنجبيل مقط رقيق. من بعد زيد الماء، السكر، العسل، وصوص الصويا وخليه يغلي شوي. من بعد زيد اللحم وخليه يطيب تقريبا 15 دقيقة حتى يولي طري. إذا خرج الزبد من فوق حيده. من بعد دير الرز زلافة وحط فوق منو اللحم والبصل. المرقة تقدر تزيدها ولا تنقصها حسب الذوق. وفي الآخر زوها بشوية بني شوغة زنجبيل أحمر مخلل. ما لقيتوش؟ استعمل سوشي جينجر اللي كيتباع في السوبر ماركت الآسيوي. بصحتك وراحتك. شكرا بزف على المشاهدة. إذا عجبتكم الوصفة متنوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة. تابعوني باش نتعلم المزيد من المطبخ الياباني ديال نبيلة. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.